بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. وصفة اليوم رايح ندير لكم بوراك بالسلق والدجاج، يجي بزاف بنين، روعة روعة روعة. رايحين تلقاوه يعني باش تبدلو، خاصة درك رانا في رمضان. مش دايما ديرو تاع البطاطا ولا تاع لا فيونداشي، لعبت ساعة ساعة يبدل. شوفوا جربوا الوصفة هذه اكثر من رائعة. ودرك قبل ما نبدا لكم في المكونات والطريقة، نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء نتاعكم. ونبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. في مقلاة حطيت كمية من الزيت. شوفوا هنا جبت وحدة تاع بصل كبيرة، هذيك الطويلة انا درت. اللي ما عندوش عادي يدير حبة بصل عادية، قصها ويقليها في هذاك الزيت. قليوها مليح كما راكم تشوفوا. من جهة اخرى رحت درت بيشاميل تكون شوية ثقيلة. شوفوا درت ملعقة كبيرة نتاع المارغرين، ورايحه نضيف لها 2 ملاعق كبيره نتاع الفرينه. كما قلت لكم رايحه نديرها ثقيله. خلطوا مليح هذيك الفرينه مع المارغرين، خلطوها جيدا. شوفوا شوفوا هنايا كيفاش تولي، شفتوها. درك هنايا نجي نضيف لها كاس نتاع الحليب. ضيفوا الحليب وبقاو حركوا بدون انقطاع. هذه هي حتى يتقال لكم الخليط. هنايا ضفت لها 3 تاع جبن مثلثات، ولا تقدروا ديروا قطعه تاع جبن، المهم ديروا الجبن حتجيكم بزاف بنينه. شفتوا القوام نتاعها جا روعه. في الاخر درت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، ودرت لها تاني جوز الطيب اللي هي لا نوا د موسكاد. نحبها بزاف البيشاميل، تعطيها واحد المذاق اكثر من رائع. هنايا رحيت نصف صدر نتاع الدجاج، ودرك راح نخلطو مع البصله. طيبوه هو تاني مليح. وبالنسبه للتوابل رايحه نديرلو الملح، شويه فلفل اسود، شويه كركم، شويه زنجبيل، وشويه تاع توابل خاصه بالدجاج. ما تكتروش بزاف. ونواصلوا الخلط. خليو التوابل هذوك يدخلوا مليح في الدجاج والبصل. في الاخير ضفت شويه تاع المعدنوس يكون مقصوص. وهنايا رايحه نضيف السلق نتاعي. السلق من بعد ما غسلته قصيته بهذه الطريقه. حطوه هو ني، يعني ما طيبوش من قبل. ما تعرفوا السلق وليه ليه يطيب. درك نغطي عليه، لازمكم تغطيو عليه باه يطيب لكم. وبقاو ساعه ساعه وحركوا. الوصفه هذه يعني راهي صحيه، خاصه كي ندخلوا فيها السلق. شوفوا مع الاخير كيفاش. وريحه واش نقول لكم، راهي تشهي. دوك نحيه من المقلاة، حطيته في اناء، ورايحه نضيف له هذيك البيشاميل اللي كنت وجدتها من قبل، ونخلطها مع هذاك السلق والدجاج. خلطوها مليح مليح. شوفوا الحشوه هذه بنينه 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 بزاف بنينه، يعني جربوا الوصفه. درك نروح نجي نعمر الديول نتاعي. كيما راكم تشوفوا
تجيبوا الورقه تاع الديول، والديول كما تحبوا ديروهم سيجار، تحبوا ديروهم مثلثات، كل واحد كيف يحب. وباش يزيد يجيكم بنين زيدوا حطوا له الفرماج، راح يجيكم روعه بنه بنه بنه. رولي البوراك، يعني ما كاش واحد ما يعرفش يرولي البوراك. زين ندير معكم وحده. هادو درتهم لولدي، هو ما نحطلوش الهريسه، لكن حنا نحبوا الهريسه. اللي يحبوا الهريسه لازمكم ديروا الهريسه باش تجيكم بنينه. دونك انا راح نضيف الهريسه، نكمل نرولي البوراك نتاعي كامل بنفس الطريقه. حطوا الفرماج على قد ما تحطوا الفرماج، خاصه نشوفوا مع في البوراك تاع السلق يحب بزاف الفرماج، على قد ما تكثروا على قد ما يجيكم البوراك بنين. في مقلاة سخنت كميه تاع الزيت وبديت نقلي في البوراك نتاعي. نقليوه حمروه الجهتين، كان اللي يحبوا شويه صفر كان اللي يحبوا احمر، كل واحد كيفاش يحب البوراك نتاعو. ودرك تشوفوه معايا في صحن التقديم. وهذا هو البوراك تاع السلق بالدجاج في شكله النهائي. شوفوا راهو يشهي بزاف بزاف بنين، ما تقدروش تيماجينيو يعني البنه. جربوا الوصفه، يعني ما جربوها سورتو في رمضان. ساعه ساعه يعني العبد يبدل، مش دايما ياكل تاع البطاطا ولا تاع الفيونداشي، بدلوا راهو صحي. شوفوا هنايا قسمت لكم الحبه على زوج باش تشوفوها من داخل، راهي تشهي وشهيتكم في الجنة. درك وصلنا الى نهاية الفيديو، نتمنى انه الوصفة تاع اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم. ما تنسوش تخليو لي تعليق مشجع، وتنسوش كذلك ديروا لي جيم الفيديو باش هكا تشجعوني وتدعموني، ونزيد نحط لكم الوصفات باذن الله. درك ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، مع السلامه.